النهارده معاكم فيديو جديد. معاكم دينا من قناتي انا واخواتي. النهارده هعمل لكم المحشي وهعمل لكم كمان معاه قلب مشوي. تعالوا اوريكم المقادير بتاعته. هنا معانا الخضره ومعانا القلب ومعانا البصله مبشوره للقلب طبعا، ومعانا البصل بتاع المحشي طبعا. الكرنب الجميل دلوقتي هحطه دلوقتي معاكم في الميه عشان يتسلق، والبهارات فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، كاري، بابريكا، شطه، ملح، وسن الجنزبيل، والبهارات المشكله اللي هي روزماري وزعتر للقلب، وطبعا القوطه بتاعتنا. تعالوا بقى احط لكم الكرنبه معاكم في الميه. هنا يا بنات حله على النار حطيت فيها، هنا حله على النار حطيت فيها سنه اللهم صل على النبي، سنه كمون، وحطيت فيها ملح. هحط دلوقتي معاكم الكرنبه كده عشان بس كده. انا طبعا هفتفتها من بعض، يعني اشيل الكرنبه من بعض كده، احطها على جنب، احطها في مصفى كده على جنب كده، واحطها طبعا. بس قبل اي حاجه بعمل لها ما تنسوش يا جماعه في اللايك والسبسكرايب للقناه واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اهم حاجه تصلوا على النبي كده، تغطسوها كده في الميه، تفككوها من بعض عشان خاطر ايه. دي طريقه سهله للفك بتاعنا بتاع المحشي، دي طريقه سهله اللي معانا مش هتاخد وقت معاكم بدل ما كل شويه تقطعوا. دي الطريقه السهله. طيب هعملها معاكم، هعملها افككها من بعض كده وارجع لكم تاني. يا جماعه انا بس اهو الكرنب طلع من بعضه كده الكرنب اهو تمام، واديني بحطه تاني، بحطه بقى من الناحيه اللي هي دي عشان يستوي تمام. بحطه كده زي ما انتم شايفين، كده كده اهو. نحطه كده يا دوبك دقيقتين او مش هنكمل دقيقتين يعني كده. نطلعه كده طبعا احنا موطيين على الحله مش معليين عليه عشان ما نتلسعش كده. الورق الابيض ده هو بيتحط في الاول وبعد كده الورق الاخضر فوقيه، عشان خاطر لو هو مش مستوي يستوي زياده وهو مكبوت في قلب المصفى. هخلص سريع وارجع لكم وانا بعمل الصلصه. ورجعنا لكم تاني هنعمل الصلصه معاكم. اول حاجه انا بحط معاها زبده وسنه زيت. تعالوا اقول لكم. نجيب سكينه كده وناخد حته زبده. زبده بقت ب 200 جنيه يا جدعان كده. حته زبده انزلي وحته شويه زيت كمان. زيت لغايه ما تتقلي ما علينا. المهم كده منوره يا هديه، منوره الكاميرا. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بصورها. حط كده البصل او تخلوا اي حاجه طبعا حاجه غاليه. تمام. انا هتبله بس انا مش هخليه يتقلع عشان خاطر التقليه طبعا غلط على والدتي وكده.
انا هدبله، هياخد بس سنه اللي هي الصفران البسيط ده، هدبله لكم. هو دلوقتي لسه اهو، يعني هيتدبل كده وارجع لكم تاني. بصوا كده يا بنات، كده انا دبلتها، يعني خدت لون صفران بس مش اللي هي متقليه. تمام. هحط بقى الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط دي فيها نقطه ميه ثواني. هقلبها بدل. لو سمحتي حاجتي ما تمديش ايدك فيها، لو سمحتي. خلاص مش هعمل، كمل انت يعني لكم تاني يا متابعين. توتر معلش. رجعنا لكم تاني يا بنات بقى وحاجات كده. هنحط مكعبين بتاع ده ماشي. مرق. هو ده. مكعب مش عايز يفتح. افتحوا عادي، بقول لكم افتحوا وارجعوا تاني. بعد ما عانيت معاه فتحت اهو. بحط بابريكا، كتر من بابريكا عشان البتاعه تبقى ايه حمرا وحلو كده. تمام. فلفل اسمر ايدك. مش عارفه بعد على ليه بقلب الصلصه يا جماعه، انا عملت حاجه؟ ايدك. شطه. حد يقول لها انا بقلب يا جماعه. هقلب يا دينا بس. مالكيش دعوه. لا اله الا الله. سن الكاري، وطبعا الملح بتاعنا. منكترش في الملح عشان ايه؟ متطلعش حادقه وامي تقتلني ويدعوا عليا. علي صوتك يا حبيبتي. نقلب كده، والله عشان عندي برد عشان كده صوتي. نقلب كده. مخنفين شويه. نقلب كده. تمام. كده بقى الصلصه بتاعتنا اتعملت اهي. تمام. هسيبها تتسبك عقبال ما اقطع لكم ال كده كده البتاعه دي خلصت. ماشي. هقطع لكم الورق وكمان هعمل التتبيله بتاعه القلب. تعالوا معايا بقى وانا بعمل التتبيله بتاعه القلب. طبق صغير هنا بشرب فيه بصلايه صغيره طبعا. احط فيه شويه فلفل اسمر، شويه توم باودر، شويه بصل باودر، سنه جنزبيل، وسنه كاري، سنه بهارات مشكله، وشويه ملح. دي التتبيله بتاعه القلب. اصفيه من الميه، فته من الميه كده. وحطيت هنا فلفل اسمر، كاري، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، وسنه ملح. حطهم كده مع القلب يتبلوا. سوري يا جماعه، كده اهو. معلش ان انا بعمل بايدي التتبيله يا جماعه مش هتخش الا بايديها بصراحه، كده. بلا معالق بلا بتاع. نقلبها بقى. والله يا هدير انت حره. بس تضربني يا جماعه. قلبتها كده. هسيبها في التتبيله واقطع معاكم البتاع اللي احنا عملناه ايه. هقطع معاكم الورق وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني، قطعنا الورق مع بعض. معلش دينا راحت مشوار كده وانا هكمل انا الحشو، وانا احشي انا. هي عملت كل حاجه، عملت الصلصات سبكت وزي الفل، وقطعت الورق معانا بالمنظر ده. وعندنا الرز بتاعنا، وطبعا الخضار بتاع امبارح. احط بقى الصلصه على الرز على الخضار، واحشي الحله وارجع لكم بقى واحنا بنسوي، واقول لكم الشوربه اللي احنا بنعملها ايه. دلوقتي هنعمل شوربه المحشي. نحتاج لها صلصه المحشي اللي احنا عاملينها والبهارات بتاعتها. نعملها شوربه عاديه جدا. بهارات الشوربه العاديه اللي هي روزماري وزعتر ومستكه وحبهان وورق لورو، ونحط عليها بابريكا وشويه شطه وثوم وبصل وفلفل اسمر وكمون.
تمام. طبعا هحط لها شويه خضره من دي عشان تدي تست للطعم، ومكعب مرق، دي اهم حاجه عندي. تعالوا مع بعض بقى نعمل مع بعض الشوربه. ادي الشوربه حطيت فيها البهارات اللي انا قلتها لكم، وحطيت فيها الخضره، وحطيت فيها مكعب مرق، واقلبها واسيبها بقى تغلي، وتعالوا مع بعض نعلق على المحشي. ادي المحشي معانا. احط له بقى شويه بابريكا من وش كده عشان يبقى احمر وزي الفل، عشان يبقى نازل معانا احمر كده وجميل. هنشوفه طبعا كل حاجه، وبعد كده هنزل عليه بالشوربه بتاعتي. بصوا انا حطيت الشوربه اهي على المحشي، دوبك يعني السطح بتاعه مش متغطي. وبقى هرجع لكم بقى واحنا بنشوي القلب. ده الجزء التاني بتاع الفيديو، ده هيبقى عن الشوي والغرف بتاع المحشي، عشان الفيديو التاني ما لحقتش اكمله، فده تكملته. هنحط بقى، هنشوي مع بعض اللحمه. انا حاطه جريل هنا يسخن على نار عاليه، واول ما يسخن كده اهو هنزل على طول بالقلب بتاعي متبل وسايباه قبلها بيوم زي ما انتم شايفين كده. شرب التتبيله وريحته تحفه. الجريل بتاعي سخن، هنزل على طول كده بالقلب بتاعي ورا بعضه، انت شايفه كده. اهو نص كله كده عشان نعرف نقلبه، والجريل يكون ما بيلزقش عشان نعرف نشيله زي ما انتوا شايفين كده. زي الكباب كده، عايزين تحطوا بقى عليه بصل مشوي تمام، عايزين تعملوه كباب تمام، انتوا عايزينه كله اعملوه. الاكل ده اختياركم، انا بس بقول لكم على الطريقه اللي هي ايه بعملها بيها. دينا طبعا ما عرفتش تطلع عشان هي راحت مشوار كده، وقدرت تكملي هدير مكاني، وانا كملت بدلها الفيديو. بس انا مش طالعه بوشي عشان خاطر انا عندي برد وتعبانه، فادعولي ينشل عني البرد. اهو جربوا التتبيلات دي يا جماعه، جميله جدا، والمقادير جميله قوي، تخلي طعم الاكل حلو قوي. اهو رصيت كل القلب زي ما انتم شايفين كده تمام. الحته الفاضيه دي برضه هعملها تمام. انا حطيت له هنا نقطه زيت، وهبدا بقى ان انا اقلبه كده انتوا شايفين كده عشان يتحمر من كل الجوانب، الصدمه من جنبين. انتوا شايفين كده انا بشوي على الجريل، واعمل لكم برضو حلقه اشويه برضو على الفحم، مشويه على عين البوتاجاز. كل ده اعمل لكم عليه فيديوهات. تابعوني واشتركوا في القناه ولايك جميل منكم عشان تشجعوني. شايفين اهو كله على عين عاليه اهو. جمعوا كده في النص كده. هو مستواش يا جماعه اهو اهو. اسيبه بقى يستوي ياخد اللون وارجع لكم بقى واحنا بناكل. وده يا جماعه شكل المحشي بعد ما طلع جميل جدا. ودي الكبده المشويه، والكبده دي انا حطيت عليها ميه عشان تستوي لحد ما تطلع من المنظر ده. وده المحشي بعد ما طلع. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونوش لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل فيديوهاتي.